في بداية فيلمنا بناخد فيدباك عن اللي هيحصل واللي بيكون موت ناس كتير، والاقتصاد بيتدهور وبيمنعوا الناس اللي فوق ال80 سنة إنهم يتعالجوا، وبيختاروا الناس اللي بتفيد المجتمع على جميع الجوانب هي اللي تعيش وبس. كل ده بسبب إيه؟ أحداث فيلمنا هتوضح لنا دلوقتي. بيبدأ الفيلم ببنت اسمها لورا وبتكون قاعدة بتعمل انترفيو، وبنعرف إنها شغالة في شركة إنتاج، والمقابلات دي علشان تشوف أفكار بس ولا فكرة بتعجبها. وآخر واحد في الانترفيو بيكون طليقها اللي بتكون فكرته هي قصة حياتهم السابقة، وبنعرف إنهم كانوا متجوزين وخلفوا بنت اسمها آنا وانفصلوا بعدها، وده بيكون بسبب إدمان توني للكحول الكتير، وبسبب برضه شهرة لورا ونجاحها في شغلها. وبيبان إن طليقها عايز يرجع لها ويعيشوا كلهم مع بعض، لكن لورا بترفض وبتبقى عايزة تاخد بنتها تعيش معاها في لندن. وبتكون آنا عايشة في برشلونة مع باباها، ويكون عيد ميلاد آنا النهاردة، وهيحتفلوا كلهم مع بعض بيه علشان ما تحسش بفراغ إن باباها ومامتها منفصلين عن بعض. وبتمشي لورا بعد ما بتخلص كلامها معاه، وبنشوف مساعدها كريستيان اللي بيقوم بكل حاجة مكانها حتى لو صغيرة، ويروحوا هما الاتنين لعرض أول لفيلم من صنع الشركة اللي شغالين فيها. وتشوف لورا هناك سيباستيان المخرج، وأثناء كلامهم بيقول لها إن في 2 من الأشخاص الأغنياء اللي يعرفوهم ماتوا، وتستغرب لورا لأن موتهم مفاجئ وورا بعض كمان. وبعدها بيدخلوا علشان عرض الفيلم، ويقول لها سيباستيان إن باباه اختار بنت تانية هي اللي هتقدم الفيلم، وبتكون اسمها ألبا. وبتتضايق طبعا لورا لكنها بتحاول تتعامل عادي. وقبل ما ألبا تدخل بتقول لها لورا إنها متضايقة جدا منها لأنها أذكى وأنجح كمان، فبتقول لها ألبا إنهم ستات زي بعض وإن هي لو نجحت هيبقى ده في مصلحتهم. وبتقتنع لورا وبتقول لها تتعامل إزاي، وتكون ألبا كمان مش عارفة الفيلم بيتكلم عن إيه أصلا، فبتقول لها لورا تقول إيه عنه من خلال قصته، وبتودعها وبتسيبها وبتمشي. وبعدها بنكتشف من الأخبار إن ألبا فشلت في تقديم الفيلم قدام كل الناس، وده بسبب ان لورا قالت لها حاجات غلط عن الفيلم كانتقاما منها. ويكون كريستيان معاها في العربيه وبيقول لها ان باباه مات، بس بيكون مش مهتم ولا بيزعل حتى، لكنه بيلاحظ هو ولورا ان في حاجه غريبه، الشخصين الاغنياء اللي ماتوا دلوقتي باباه، لكنهم بيتجاهلوا الموضوع وبيتكلموا في حاجه تانية. وبيوصلها للطياره لانها بتكون مسافره، وبيمشي وبيسيبها، وبيكون في الطيارة لورا وشخص تاني بس اللي مسافرين، وبيتكلم معاها وبيقول لها عن وفاة شخص معروف وغني. وبتتخض لورا جدا بس ما بتزعلش يعني. هو بيبان ان هي والشخص ده مبسوطين من وفاة الكام شخص اللي ماتوا لانهم بيكونوا اغنياء، وبيتضح لينا ان لورا مش غنية وانها من طبقة متوسطة. وبعدها بتلاحظ ان اسنان الشخص اللي معاها بتلمع بطريقة ملفتة جدا، وتستغرب لانها ما شافتش اسنان حد بتلمع بالطريقة دي قبل كده. وبعدها بيوصلوا وبيكون في شخص مستنيها وبياخدها وبيمشوا سوا، وبيوصلوا المكان فيه ناس كتير، وبنعرف ان القائد بتاعهم عنده شركة لكنها متخصصة في كل حاجة بتبين القيمة الاجتماعية، زي الأعمال الخيرية ومشاريع البنية التحتية وحاجات كتير من دي. وبيكون مجتمع بالناس دي علشان يقنعهم انهم يشتغلوا معاه في الشركة بمقابل مادي كبير، وبمقابل كمان تأمين على حياتهم. وبتكون لورا من الناس دي وبتمضي عقد على الشغل في الشركة معاه، لكن بمقابل أسهم. وتاني يوم بتسافر علشان تحضر مزاد للأعمال الخيرية، لكن وهي في الطيارة بتشوف خبر في بليوتوفوبيا عن كره الناس للأغنياء والحقد عليهم. وبعدها بتوصل وبيستقبلها كريستيان، وبتسأله إذا كان هو شايفها من الأغنياء، فبيقول لها إنها بتنتمي للطبقة العليا، فبتقوله إنها بتنتمي للطبقة الوسطى وإنها بتقبض كويس لكنها مش من الأغنياء، بس قريب هتكون من الأغنياء، وده علشان السهم اللي داخلة بيه في الشركة، وإنها ممكن في أي لحظة تبقى غنية بمجرد لما السهم ده يطلع. وبيروحوا للقصر اللي فيه المزاد، وبتدخل لورا وبتحضره، وبيكون المزاد ده لوحة للأعمال الخيرية، واللي بيكون عاملها شخص مليونير وبيكون حاضر المزاد بعد ما اتبرع بيه، وبتدفع لورا 2 مليون مقابلها. وبعد ما بتطلع تتكلم في التليفون بتلاحظ وجود شخص في المكان، واللي بتكون أسنانه بتلمع زي الشخص اللي كان معاها في الطيارة. في نفس اللحظة بتسمع صريخ جاي من أوضة المزاد، ولما بتدخل بتلاقي صاحب اللوحة واقع على الأرض وبيصرخ. وبتتنقل لمشهد تاني وبنشوف الأخبار وهي بتتكلم على الموضوع ده، فبيقولوا إنه بسبب الإرهابيين، وفي بيقولوا إنه فيروس بيصيب الأغنياء وأعراضه هو لمعان الأسنان، وده خلاهم يتبرعوا بجزء من فلوسهم. وبنشوف الناس مختلفين في الموضوع ده ومش فاهمين ايه اللي بيحصل، وبتعمل الحكومة حداد على الناس اللي ماتوا لمدة 3 أيام. وبنشوف لورا راكبة العربية هي وكريستيان، وبتتصل ببنتها وبترد عليها مامتها، وبتقول لها ان بنتها هتفضل معاها شوية لغاية ما هي وطليقها يحلوا مشاكلهم سوا. وبتتضايق لورا وبتقرر انها هتسافر لبرشلونة علشان تاخد بنتها، وبتروح للشركة علشان تشوف سيباستيان بعد ما تعرف انه مصاب بالفيروس. وبيكون كل الموظفين لابسين ماسكات وخايفين يقربوا منه، لكن لورا بتصمم انها تروح تشوفه علشان تواسيه بعد اللي حصل له. ولما بتدخله المكتب بتلاقيه مكتئب جدا، وبنعرف ان باباه رفضه من الشغل لانه خايف انه يكمل وهو مصاب بمرضه، وكمان بيكون اتبرع ب3 مليار بسبب الكلام اللي سمعه في الاخبار، ويكون خايف ان الفيروس ده يجيله علشان هو غني. وبيكون من ضمن الفلوس دي جزء كبير راح للورا، وكمان بتكون اخدت مكان سيباستيان في الشغل، فبتحاول لورا انها تهون عليه كل اللي حصل ده. واثناء كلامهم بتلاحظ لورا لمعة في اسنان سيباستيان وبتخاف جدا وبتخرج فورا. وبيقابلها كريستيان وبيقول لها ان الحكومة اعلنت حالة الطوارئ ووقفت كل الرحلات،
وبتتعصب لورا وبتقوله انها هتسافر باي حاجه ويشوف لها طياره خاصه، وبتطلع من الشركه وبيكون في مظاهرات كتيره، وبتركب تاكسي وبتكلم الشخص اللي اخدها علشان تحضر اجتماع الاعمال الخيريه، وبيفضل يدردش معاها عن الاسهم والسهم بتاعها، وبيكون السواق سامع كل ده وبيخاف منها لتكون غنيه ويكون عندها الفيروس وتعديه، لكنها بتنفي ده وبتقوله انها مجرد سكرتيره، فمش بيصدقها وبيلبس الماسك بتاعه. والصدمه بقى لما الشخص اللي بيتكلمه بيقول لها ان السهم بتاعها وصل ل 900 مليون، وكده بقت من الاغنياء رسمي، وبقى احتمال مرضها بالفيروس عالي جدا، فبتخاف لورا وبتقوله يعمل اي حاجه علشان السهم ده يخسر، لكنه بيقول لها ان مفيش حل للتخلص من الفلوس دي غير انها تتبرع بيها للفقراء وهيقبلوها على طول. وبتروح بسرعه على البيت علشان تلم حاجتها وتسافر لبنتها. في الوقت ده الباب بيخبط وبتكون الشرطه، وبيقول لها ظابط ان جالهم قرار بحمايتها لانها بقت من الاغنياء، وبيعرض عليها لو تبقى هنا ويفضلوا موجودين ويحموها ولا تروح معاهم، فبتقوله ان من الامن تروح معاهم، وبتستأذن تروح تلم حاجتها، لكنها بتكون ضحكت عليهم وبتهرب من الباب الخلفي علشان تسافر لبنتها. وبتنزل وتركب عربيه وبتروح لمكان بيكون كريستيان مستنيها فيه، وبيكون فيه طياره خاصه كمان، ونشوف المكان ده فيه اغنياء كتير عايزين يسافروا علشان يهربوا، وبتقابل كريستيان وبتشكره على اللي عمله علشانها، وقبل ما بتمشي بتوهمه انها بتحبه وبتطلب منه انها تنقله كل فلوسها علشان طليقها عايز ياخدهم منها، لكن كريستيان بيفهم لعبتها ان هي عايزه تنقله فلوسها علشان ما تبقاش غنيه وما يصيبهاش المرض، فبيمشي وبيسيبها فورا. وبتطلع الطياره وبيفضل يتخانق كل اللي راكبين وبيتهموا بعض ان كل واحد اغنى من التاني، لغايه ما بيشوفوا ان في واحد من اللي موجودين اسنانه بتلمع جدا وبيعرفوا انه عنده الفيروس، ويفضلوا يضربوا في بعض كلهم ويفتحوا الباب علشان يرموه من الطياره، لكنه بيقاوم لغايه ما بيقع هو واحد من الطياره، وبيهدى وقتها كل اللي موجودين. وبتشوف لورا الاخبار وبتشوف ان العالم بيتدمر والاغنياء بيدمروا كل اللي عملوه في حياتهم علشان يعيشوا، وبعدها بيوصلوا وبتتصل لورا بتوني وبتقوله مكانها علشان يجي ياخدها، وبتفضل قاعده لوحدها، وبتشوف اخبار عن سيباستيان اللي بتقول انه مفقود ومش من ضمن الوفيات، وبتقول كمان ان كل ممتلكاته اتدمرت، وبتتضايق لورا جدا. وبيجي لها توني في الوقت ده وبيمشوا علشان يروحوا لبنتهم، وفي الطريق بيكون في لجنه وعربيه اسعاف علشان يكشفوا عليهم، وتكون لورا معاها فلوس وبتحاول تخبيها، وبيزعق لها توني لان لو شافوا الفلوس معاهم هياخدوهم مع الاغنياء، وبيقفوا وبينزلوا علشان يكشفوا عليهم وبيبقوا كويسين ما صابهمش الفيروس لسه. ويكون في ضابط بيفتش العربيه، وقبل ما يشوف الفلوس بتيجي عربيه كبيره بتخبط العربيات اللي واقفه، وينشغل الضباط في اللي حصل، وبتمشي لورا وتوني بسرعه، وبيوصلوا لبنتهم وبتشوفها لورا وهي قاعده مع اصحابها، وبعدها بتدخل لمامتها وبتلومها على اللي عملته، لكن مامتها بتبرر رد فعلها وبتقولها ان هي معاها في امان بعيد عن العالم اللي هي عايشه فيه. وبالليل بتكون لورا قاعده لوحدها وبيجي لها توني يقعد معاها، وبتصارحه لورا انها غنيه جدا دلوقتي وانها لازم تمشي علشان ما تتسببش في ايذائهم لو جالها الفيروس، بس توني بيمنعها من ده وبيقول لها انه محدش لسه يعرف الفيروس ده بيتنقل ازاي. وبيجي توني في الوقت ده وبيقول لهم انهم لازم يمشوا من هنا لان في ناس عامله مظاهرات بره علشان وجود لورا، بس بتقول مامة لورا ان هما مش هيمشوا، وبيفضلوا يتناقشوا كتير في الموضوع ده، وتوصل الناس عند بيتهم وبيحاولوا يهدوهم، وبعدها بنشوفهم هما بينقلوا حاجتهم كلها علشان يمشوا. وبتقول مامة لورا انهم هيتجهوا ناحيه شمال افريقيا لو لقوا مكان امن يقعدوا فيه شويه لغايه ما يقرروا هيعملوا ايه كويس، ولو ما لقوش هيروحوا لتنزانيا لان بيكون في حد هناك تعرفه وهيقعدوا معاه. وبيناموا وتاني يوم بيصحوا على صوت مراكب معديه من جنبهم، وبكده بيكونوا مش هم الناس الوحيده اللي بيهربوا عن طريق البحر. وبالليل بيكونوا قاعدين بياكلوا وبيسمعوا صوت جامد خبط في المركب بتاعتهم، وبيتصدموا لما بيلاقوا حد بيغرق وبينقذوها وبتكون بنت، وبعدها بيلاقوا مركب جايه عليهم وبتكون الدوريه البحريه، وبيعرفوا منهم هم منين ورايحين فين، وبيفضلوا معاهم على المركب. وتاني يوم بيوصلوا لأفريقيا وبيحتلوا المركب بتاعتهم وبيخلوهم يكملوا للشاطئ عوم، ولما بيوصلوا بيعرفوا ان في ناس كتير وصلوا قبلهم، وبيكون مفيش اكل ولا ميه غير قليل جدا، ويتوزع الصبح بدري لو ملحقتش تاخد هتفضل اليوم كله ما تاكلش، والمسؤولين عن المكان اللي هما فيه بيوزعوهم على حسب جنسيتهم ولونهم، وبيودوهم في مكان، والبنت السمراء اللي كانت معاهم في مكان تاني، وبتتخانق معاهم مامة لورا علشان التفرقه العنصريه اللي بيعملوها دي، لكن واحدة منهم بتتهجم عليها وبتكون هتضربها، وبتروح لورا وتوني علشان يتكلموا مع حد من المسؤولين ويحاولوا يخرجوا من هنا، لكنهم بيقولوا لهم انهم مش هيقدروا يساعدوهم وفي طريقة واحدة للخروج لكنه مش مسؤول عنها. وبتتضايق لورا وبتقوله انها قدمت مساعدات قبل كده لأفريقيا بدون مقابل، وفي الاوقات اللي زي دي المفروض تاخد مقابل اللي عملته، فبيرد عليها وبيقول لها ان الامور مش بتمشي زي ما بتقول كده. وبالليل بتروح لورا تتكلم مع توني، والصدمه لما بتكتشف انه اصيب بالفيروس، وده بسبب انه ضحى بنفسه ونقل كل فلوس لورا ليه، فبكده بقى من الاغنياء واصيب بالفيروس. وبيوصيها انها تاخد بالها من بنتهم وتنقذها من المكان اللي هم فيه ده لان في اي لحظه هيموت. واثناء كلامهم بيسمعوا صوت مامة لورا بتصوت، وبيشوفوا واحد بيضربها على دماغها، وبيروحوا يلحقوها وبيدوروا على انا ومش بيلاقوها في المكان اللي كانت نايمه فيه،
وبيسمعوا صوتها وهي بتصوت وبيمشوا ورا الصوت، وبيكون في واحد خاطفها وبتفضل هي وتوني يضربوه لغاية ما بيموت. ونروح لمشهد تاني وبنشوف لورا وأنا والبنت اللي أنقذوها وهم قاعدين لوحدهم قدام البحر، وبنشوفهم بعدها وهم بيتنقلوا من مكان لمكان وبيكونوا لوحدهم، ونفهم ان مامة لورا ماتت وتوني هو كمان. واخيرا بيثبتوا في مكان بيكون امن وكل اللي فيه بيساعدوا بعض، وكلهم بيكونوا مبسوطين وبيرقصوا وبيلعبوا مع بعض، ما عدا لورا اللي بتكون ساكته ولوحدها دايما وبتكون لسه ما قدرتش تتاقلم على الوضع زيهم، ولا تنسى اللي حصل ولا اسلوب حياتها قبل اللي حصل ده كله. وفي اخر مشهد من الفيلم بنشوف واحده بتقوم من التجمع اللي قاعدين فيه، وبتقوم لورا وراها وبتديلها حاجه، لكن مش بيكون باين هي اديتها ايه وليه. وبيخلص الفيلم بضحكة مريبة من لورا.